حرمان التوفيق سوء المحل. ابن القيم رحمه الله قال: نظرت إلى الناس في تقدمهم وتأخرهم فما وجدت شيئا إلا التوفيق، ولا يكون التوفيق إلا في محل صالح. إيه المحل ده؟ قلبك. فلما الاقي نفسي مش موفق أعمل إيه؟ اشتغل على قلبك إنه يصلح. أول العمل على القلب أن يستوهب العبد من ربه قلبا. بص يا أخوانا، عاوزين نتعود إن كل مشاكلنا ننزلها بالله. يعني الواد مضايقني وقاعد يتنطط طول النهار وقرفني، قوم صلي ركعتين واحتسب الركعتين دول ان انا بزيد في العمل الصالح عشان يتهدي الواد ده. واقول له: رب الواد بيتنطط كده ومعمول يعني اصلحه. يعني اقول لربنا على الولد؟ لا، ده السلف بيقول لك ايه؟ بعض السلف بيقول: والله اني لاسال الله في علف حماري. طب تصور، واخد بالك من الحكايه دي؟ ده من تمام التوحيد. يعني اقول لربنا: يا رب انا دباتي جوه اللي بتحملني ما فيهاش. يعني اذا بقى العربيه لما تبوظ انا ممكن اشتكي لربنا الكلام ده؟ ايوه فعلا. طب انت هتشتكي لمين؟ نفكر احنا لينا حد الا ربنا؟ طب انت معتقد ان في حد احن عليك من ربنا؟ والله العظيم ما في. ده انت بص، مهما حصل، مهما كان حد من قريب منك وحنين عليك وبتاع، بيبدا يضجر منك. الذي لا يمل من دعائك ولا يمل من نعمائه عليك هو الله. مساء الخير يا شباب. دلوقتي تقريبا الساعة يعني داخلة في 8:30. يعني أنا حرفيا طول النهار مش عارف أتكلم بسبب زوري. يعني البرد حرفيا مخلي الواحد حرفيا مش داري بحاجة. فهحاول إن أنا بقالي أخلص محاضرة ولا محاضرتين يعني لا أقدر أخلصه وبس كده. يلا بينا. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون